ليه لازم نلجأ للعلاج النفسي؟ لأن العقل البشري والمسارات العصبية لما بتتساب، انا عندي ديبريشن او انكزايتي، ففي حاله الديبريشن بيكون مستوى السيروتونين والدوبامين هرمونات السعاده واعتدال المزاج منخفضه. لما بتتساب فتره طويله بيحصل ان المسارات العصبيه بتتعود على هذا الليفل من المسارات العصبيه المنخفضه او هرمونات السعاده المنخفضه، فبيتحول من ان هو كان حاله عرضيه سهله مايلد خفيفه ويمكن علاجها بسرعه وببساطه الى ان هي يصبح خلل عضوي يستحق علاج اطول واصعب. فمهم جدا ان احنا لو بنعاني من شيء نفسي ان احنا نلجا للعلاج النفسي. كمان العلاج النفسي مش بس للمجنون ولا للمضطرب. من ضمن الخرافات كمان ان اللي بيروح للثيرابيست او السايكايترست ده مجنون. هو انا مجنون عشان اروح لدكتور نفسي؟ الحقيقه ان العلاج النفسي بينطلب علشان نلحق الحالة قبل ما تتدهور وتتطور، وكمان عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض النفسية. لو أنا عندي مشكلة نفسية بسيطة وسبتها وتراكم عليها مشاكل أخرى وأنا ما تعاملتش معاها، ممكن تتحول لمرض أو اضطراب نفسي، ومن ثم استمرار عدم العلاج كمان يحولها لمرض عضوي. لو أنت عندك انكزايتي قلق وتنشن توتر طول الوقت، لازم تلجأ للعلاج النفسي. العلاج النفسي هيلحقك وهيمنع تطور الحاله، لان الانكزايتي والتوتر المستمر بيفرز كميات كبيره من الكورتيزول والادرينالين والجسم بياخد عليهم، وبعد كده بيكون هو ده الطبيعه الاساسيه للجسم وبيبقى صعب علاجها.